بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده اتكلم عن خاصيه في التشارمز يو اي. احنا قبل كده كنا اتكلمنا عنه وعرفنا ازاي بنستخدمه علشان نطلع الفايلز اللي هنستخدمها في المولكيولر دايناميك سيميوليشن. طب النهارده اتكلم عن ايه بقى؟ هتكلم عن خاصيه فيه اللي هي ازاي اضيف الجلايكانز في البروتين بتاعي. ايه هو الجلايكان الاول؟ مثلا البي دي بي دوت اللي هو 6M17 ده اللي هو خاص بالار بي دي او الريسبتور بايندنج دومين بتاع الكوفيد 19، تمام، ككومبلكس مع الايس 2 بروتين اللي هو الريسبتور بتاعه. ماشي، لو نزلنا تحت كده في الصفحه هنلاقي في بيعرف لك اللي هي التشينز الموجوده في البي بي دوت، وكل تشين عباره عن ايه، والسيكونس اللينس بتاعي، والاورجانيزم جاي منين، ولا في ميوتيشن ولا لا. تمام، ده احنا مش عايزينه. ننزل تحت شويه، ده الايس 2، تمام. تحت اللي هو الار بي دي، تحت شويه بقى هنلاقي شويه حاجات كده، تمام، اللي هو المكعبات اللي المربعات الزرقاء دي. ماشي، دوت هو الجلايكان، تمام. ده بقى مرتبط، عباره عن اللي هو الكربوهيدرات دوت مرتبط بيه الامينو اسيد بتاعي او امينو اسيد معين جوه البروتين، تمام. فاحنا لو نزلنا البي دي بي اللي هو 6M17 ادي بايمول، نقول له فيتش 6M17 فيتش دوت اللي هو بينزل لي البروتين او الاستراكشر الخاص بالكود اللي انا كاتبه اللي هو 6M17. هنلاقي الكود ده او الاستراكشر دوت كله اللي هو اللي موجود في الصفحه هنا، تمام. هنلاقي كده في شويه حاجات اللي هي بره على الاطراف دي، دوت هو الجلايكانز، تمام. بس هنا في كذا تشين، انا عايز تشينز معينه، فانا عايز اني تشين بقى. ننزل تحت كده، انا مش عايز ولا الاي ولا السي، انا عايز الار بي دي بس اللي هو شين اي واف. فهنشيل كله ونسيب واحده من الاثنين، اي او اف، تمام. فنيجي هنا في البايمول ونقول له ريموف، كمبر الصوره شويه، ريموف. انا عايز اشيل ايه؟ تشين كله ما عدا الاي، تمام. بس لحظه كده نلونه من الاول بالتشين بتاعتهم util دوت سي بي سي. ده بيعمل الامر ده، انا كتبته اللي هو util دوت سي بي سي اللي هو كل تشين بيديها لون، تمام، عشان نعرف نميز التشينز. فين الار بي دي بقى بتاعنا اللي هو الطرفين دولت اللي هو الرمادي واللون اللون ده، تمام. ليه انا عايز اظهره؟ علشان عايز اعرف هل الجلايكان او المولكيول ده في نفس التشين ولا لا. عشان لو انا شلت كله ما عدا التشين دي، فهو هيشيل لي برضه التشين بتاعت اللي فيها المولكيول ده، فانا مش عايز كده. امال انا عايز ايه؟ انا عايز اقول له ده مع الجزء ده كده، تمام. كده انا اخترت الجلايكان والمولكيول او الار بي تي بتاعي، واقول له ريموف نوت سيلي، تمام. فهو شال لي كله وساب لي الجزء اللي انا مظلله، تمام، اللي هو هنشتغل عليه، تمام. فهنلاحظ هنا ادي البروتين بتاعي الار بي دي والجلايكان اهو، 3 اجزاء مرتبطين ببعض. طب فين الارتباط بينهم وبين البروتين؟ ده كده فاضي، يعني مفيش حاجه اهو، صح؟ مفيش اي بوند بينهم وبين البروتين. ليه مفيش بوند؟ عشان انا مش ظاهر له، مش قايل له اظهر لي المولكيول كاستكس، تمام. ادي البوند ظهرت اهي. امال كانت ظاهره ازاي؟ كاز كرتون، تمام. طب ايه ده؟ ده اختفى. ليه اختفى؟ علشان هنا المولكيول بتاعي ما ينفعش اداره ذرات، مش امينو اسيدز، تمام. هي الامينو اسيدز بس هي اللي بتظهر كتشين، تمام. لكن هنا لما لو قلت له از ستكس، تمام، فبيظهر لي كل الحاجات الجزيئات او الذرات يعني بصوره ستكس، والبوند بتبقى بصوره زي عصايه كده بين الذرتين، تمام. فكده انا عرفت الجلايكان مرتبط بالامينو اسيدز اللي هو كام بقى؟ رقم 342 43، تمام. طيب خلينا نرفع دوت كده، نيجي لتشارمز يو اي او الموقع بتاعنا، ونرفع
الار بي دي. طبعا انا كنت مسيف الار بي دي لوحده في فايل لوحده مش عشان نشتغل عليه على طول. تمام. ماشي. هو هنا شايف ان في بروتين امينو اسيدز من 336 ل 518 مفيش انجينيرد ريسيديوز، وشايف الجلايكان تمام اللي هي بي دي بي اي دي بتاعها اللي هو الان، وادي الشكل بتاعها او الاسم الحاجات بتاعتها مرتبطه بامينو اسيد رقم 343. مش صح، هو 343 اللي هو كان الان ده، ادي 341 342 34 ايه 3. تمام. نيكست. تمام. هو هنا شايف اتعرف على الجلايكان لوحده. طيب نفترض اللي ما شافوش، يعني ما فيش اي حاجه ظاهره كانت كده، ازاي اضيفه؟ نخش هنا اختيار الجلايكوزايليشن. تمام. هو المفترض مبقاش متعرف عليه، فهنمسح كله. مفيش هنا ينفع حاجه نمسحها. طيب خلينا كده نجرب حاجه. لو جينا هنا في الفايل هنا وصيفنا ده اكسبورت مولكيول enabled BDB وصيفنا عليه. تمام. وجينا هنا رجعنا في الانبوت solution builder، رفعنا الفايل تاني. تمام برضو. طيب المهم بافتراض اللي هو نفترض اللي هو ايه مش متعرف على الجلايكان ده، ازاي نضيفه؟ نظل الاختيار ده وهنلاقي هنا في اختيار اللي هو اد، المفروض ده مبقاش موجود ممسوح عشان نبقى مش شايفه، فنقول له اد جلايكوزايليشن هيظهر لي اختيار كده. تمام. واقول له اديت. ماشي. انا عندي تشين واحده اللي هي برو ايه. تمام. الرقم بتاع الامين اصلا كان كام؟ 343. تمام. فهنا اختار 343. طب فين 343؟ انا عندي اقل حاجه هنا 345 صح؟ طيب ليه بقى مفيش هنا 343؟ علشان دي الارقام بتاعت الامينو اسيد اللي هو اسمه تي اتش ار. طيب الامينو اسيد بتاعي كان الان اللي هو ده 343 اهو. تمام. حلو. عايزين بقى نضيف كده، خلاص حددت الامينو اسيد اللي هيرتبط بيه الجلايكان اللي انا اضيفه. طب انهي الجلايكان بقى بتاع انهي واحد من ده كله وكام واحده؟ عشان اعرف دوت بشوف البي دي بي بتاعي، الصفحه بتاعت اللي هو الكود بتاعي. تمام. هو كان ده اللي هو كان تشين ان وتشين في، احنا شلنا واحده منهم فبقى التشين الثانيه اللي هي فيها عباره عن 3 جزيئات. تمام. ان جلايكوزايليشن، وده الاسم بتاعي والشكل بتاعه هنا اللي هو مكعب ازرق. ليش نهتم بالشكل؟ خلينا كده نشوف هنا الصفحه دي كده. لو انا غيرت مثلا ده كده الشكل اتغير صح؟ هنا مثلا كان دايره خضراء. تمام. نجمه برتقاني وكده. الشكل هنا هو نفس الشكل اللي ظهر هنا. فحتى لو انا مش عارف مثلا الاسم ده كله عباره عن ايه او انهي واحد من الحاجات اللي موجوده في الصفحه هنا، فمثلا ممكن اقعد اغير لغايه ما اوصل لشكل هو نفس الشكل ده. هنا الشكل عباره عن ايه؟ مربع ازرق كله ازرق اللي هو ده. تمام. طيب يبقى دي كده اول ملاحظه اللي هو الشكل هنا هو نفس الشكل اللي بيظهر هنا. ماشي. طيب هنا عندي 3 جزيئات ده وده وده، فانا عايز اكرر 3 مرات، فاقول له زائد. تمام. واروح مختار الشكل بتاعي او النوع يعني الجلايكان. تمام. ده كده التاني والتالت. تمام. اهو ادي 3 مكعبات اللي هم 3 مولكيولز. وهنا بيتا. ايه البيتا دي؟ اللي هي اللي هنا. تمام كده. فلازم ناخد بالنا يبقى نفس الشكل او الترتيب بتاع المولكيولز اللي هنا في البي دي بي ستراكشر نفسه. فهو الثلاثه كانوا بيتا وواحد، الرقم ده رقم واحد يعني. تمام. اللي هو ده 1 4 اللي هو 1 4 1 4 1، وفي الاخر مرتبط بيه كام؟ 3 4 3 اللي هو الامينو اسيد بتاعي. ابديت سيكونس. تمام. نرجع لتشارم جي اي اهو. ادي ضفنا
نفس الشكل او نفس الاسم بتاع المولكيول اللي هو كان موجود في الاصلي. تمام، فطبعا هنشيل ده عشان هو مولكيول واحد. تمام، ونكمل الخطوات عادي خالص. تمام. طيب هنا في غلطة. ايه بقى الغلطة؟ لو فتحنا كده الار بي دي وقلت له شو الدايسلفايدز از ستيكس، او بلاش ستيكس عشان تبقى ظاهرة، از سفيرز. ايه ده بقى؟ عندنا دايسلفايد. طيب هو هنا ليه ما شافهاش؟ دي حاجة لازم ناخد بالنا منها، اللي هو لو في دايسلفايد عندي في الاستراكشر زي ما هو واضح كده، تمام، لازم اعرفها هنا في الاتشار جي اي. طب دول بينه مين؟ امينو اسيد 4 3 2 و 3 7 9. تمام، 4 3 3 7 9 و 4 3 2. تمام، لو عندي اكتر من واحده اقول له اد بوند ومعرفه بين مين ومين. تمام، في اي حاجه تانية عايز نعملها؟ مفيش ميوتيشن، مفيش ميوتيشن. البروتونيشن ستيت مفيش، فوسفوريليشن ما عنديش فوسفوريليشن، مفيش اي حاجه تانية. تمام، فنكست وبقيت الخطوات عادي خالص. تمام، برضه نتاكد ان هو مفيش اي ايرور. دي كمل عادي خالص، وبقيت الخطوات عادية خالص. نعرف اللي هو الايونز، عايزين نضيف ايونز ولا لا، والتركيز بتاعها ايه، وحجم او بعد الايدج بتاع الوتر بوكس عن الامينو اسيد قد ايه، وهكذا. بقيت الخطوات عادية خالص، وفي الاخر بنحدد نوع الملفات اللي انا عايزها، سواء ام دي، جروماكس، ديزموند، اي حاجة، امبر، اي حاجة تانية. تمام، بكده دلوقتي عرفنا ايه، عرفنا ازاي نعرف الجلايكانز لو هي ما كانتش متعرفة في الفايل بتاعي. تمام كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه. نشوفكم باذن الله الحلقه الجايه، والسلام عليكم.